العرقسوس سبب خناقات كتيرة كل يوم في رمضان ما بين اللي شايفينه أحلى مشروب في العالم واللي مندهشين ومستغربين إن في إنسان ممكن يستحمل الطعم ده. ليه بقى اسمه عرقسوس؟ واشمعنى مرتبط بشهر رمضان بس؟ تعالوا نشوف الحكاية في ستوري بالعربي. العرقسوس نبات عشبي بيتزرع في أماكن كتيرة من العالم زي مصر وسوريا وبلاد آسيا وأوروبا، وفي منه أكتر من 12 نوع. كلمة العرقسوس معناها إيه بقى في اللغة؟ العرقسوس كلمة أصلها عربي مكونة من مقطعين، الأول عرق بمعنى جذر، وسوس بمعنى متأصل، ومعناها على بعضها جذر النبات المتأصل في الأرض. المراجع التاريخية القديمة بترجح إن جذور نبتة العرقسوس اتعرفت لأول مرة من أكتر من 4000 سنة عند البابليين كعنصر مقوي للمناعة، ده غير إن عرفوا كمان المصريين القدماء. والكلام ده منسوب لعالم المصريات الإنجليزي هوارد كارتر اللي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون سنة 1923 ولقى جواها كنوز كتير من ذهب مجوهرات وتماثيل ونبات عرقسوس. علماء المصريات توصلوا ان اطباء المصريين القدماء كانوا بيستخدموه في علاج امراض كتيره زي الكبد والجهاز الهضمي وغيرها، ده غير انهم كانوا بيخلطوه بالادويه اللي طعمها مره عشان يقللوا من مرارتها. وعملوا من جذور العرقسوس عصائر وكان مشروب الملوك والطبقات العليا، وفضل الحال على كده لحد ما جه الفاطميين سنه 969 ميلاديا. ومع بدايه الحكم الفاطمي لمصر بدا مشروب العرقسوس ينتشر والناس تشربه خاصه في شهر رمضان، وكان الفاطميين بيوزعوا العرقسوس على العامه بعد الفطار، وتحول من مشروب الملوك لمشروب عامة الناس. ارتباط مشروب العرقسوس بشهر رمضان زاد أكتر في عصر الفاطميين، لأنهم اكتشفوا إنه بيقلل الإحساس بالعطش لفترة طويلة، وكمان بيرطب الجسم وبيعوضوا عن فترة الصيام. ومن الوقت ده بقى مشروب عرقسوس من الطقوس المهمة في شهر رمضان لحد النهاردة. وظهرت مهنة بياع عرقسوس باللبس الفلكلوري اللي اختلفت الأقاويل عن فترة ظهوره، ما بين اللي قالوا إن الملابس دي ستايل تركي وما بين اللي شايفين إنه تراث مصري أصيل. العرقسوس فيه مواد سكرية وأملاح مهمة للجسم زي أملاح الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بتساعد على التخفيف من التهابات الجهاز الهضمي، وبتستخدم في صناعة الأدوية اللي بتعالج قرحة المعدة. وكمان في مادة اسمها جلسيريزين، ودي مادة طعمها أحلى من السكر المستخلص من قصب السكر ومن عسل النحل. عرقسوس فوائده كتير ونصح بيه الأطباء في الحضارات والعصور المختلفة، فهنلاقي إن الصينيين اعتبروا عرقسوس من أهم الأعشاب في الطب الصيني. والعالم العربي ابن البطار أوصى بعصارة عرقسوس في كتبه الطبية، وابن سينا قال في كتاب القانون في الطب إن عصارة عرقسوس بتداوي الجروح وبتعالج التهابات الحلق والمعدة والأمعاء وبتنقي الصوت. والأبحاث العلمية الحديثة أثبتت إنه بيساعد على تنظيف الجهاز التنفسي وبيقلل من الإجهاد والتهابات المفاصل الروماتيزمية وبيعالج أنواع من أمراض الأعصاب. وبالرغم من فوائده الكتيرة لكن برضه ليه أضرار، منها إنه بيأثر على مرضى القلب والكلى وبيسبب أضرار للحوامل زي الولادة المبكرة. والمواد الكيميائية الموجودة في عرقسوس ممكن تتداخل مع أنواع من الأدوية وتبطل مفعولها، عشان كده الأطباء بيمنعوا المرضى من شرب عرقسوس وبينصحوا الأصحاء بكميات قليلة. العرقسوس تختلف عليه ناس وتتفق عليه ناس، لكنه هيفضل واحد من أهم المشروبات الرسمية في شهر رمضان الكريم.